والله اني بأربيكي واعلمك واخليك تشيلي والله الفلوس. بربيك وبربي لحظه 10 زيك. يا ريت لحظه. عندك كرامة اذا وشرف زي الجزائري. يا دقيقه ريت عندك كرامة وشرف زي دقيقه الجزائري، دقيقه بس هذا اللي ناقصك. حط راسك بالجزائر، حط راسك اهدي بالجزائر اللي هم اشرف منك. اهدي ولك يا ريت اهدي. عندك ما رجولة، ما يا ريت عندك رجولة زي الجزائر. نزلني، عرفني بكشف حقيقة. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. لطالما عاهدنا موقف الجزائر مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، فكان الشعب الجزائري الأخ والسند لشعب فلسطين، وما زالت كلمة القائد الراحل هواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، في أذهان وعقول الفلسطينيين. ولكن في هذا الفيديو سنرى تجسيد كلمة الفلسطينيين: نحن مع الجزائر المناصرة لفلسطين والمنصورة بإذن الله. وفي الوقت الذي يتمنى فيه كل إنسان مسلم أن يكون جزائريا، فوالله لو لم أكن فلسطينيا لوددت أن أكون جزائريا. فافتخر أنت جزائري. بتمنى منكم فضلا وليس أمرا الدعم من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان نوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل رسالة كل فلسطيني لكل جزائري، وعلشان نوصل رسالة هذه الفلسطينية الحرة التي تدافع عن الجزائر بشراسة، وجعلت المدعو أسعد الغير شرعي يقاطعها لأنه يعرف الحقيقة. دعونا نشاهد قوة الشخصية الفلسطينية وجبروت البنت الفلسطينية عندما يتعلق الأمر بالجزائر. أول شيء بسمح لي بس بالنيابة عن إخواني الجزائريين الشرفاء الأبطال. هذا وانت صح؟ الراس. إيش هو؟ انت صاحبة الحذاء حق تبون ولا واحدة ثانية؟ والله أنا بتشرف طبعا، أحسن ما غيري يركع لغيري، غيري بركع لملك على إنه رب. اسمح لي أكمل. لحظة قبل ما تكملي أي مخالفة لقوانين البث بتنزلي. طب ليش ما حكيتوا لغيري؟ ليش إلي أنا؟ لا أنت تتعمدين أن تذكري مفردات ممكن أبدا أبدا أبدا. الآن راح أكون معك باحترام، راح أقف معك باحترام. بس أختك دخلت معي، أختك أنت عندك أخت توم ولا هي كانت تكذب؟ لا أختي ولا هو أنت؟ كانت تكلم. لو أنا خايفة منك بحكي أنا، ليش ما أكون أنا؟ يا ريت بتمنى. شو يعني أنا خايفة منك لما أحكي؟ طبعا نفس الصوت ونفس الشيء، توم ما هي. وليش؟ وهذا المجود الجزائري. لماذا تبادل هذا المخزن الجزائري؟ ايش هو؟ لماذا تبادل الادوار هذا؟ يعني ليش الحركه؟ والله هي سمعتك اكثر من مره وعندها تويتر وكلمتك على تويتر. هي قالت ان انت تدعو علي وانني جرحتك وانني انا والله دعيت لانك انت ظلمتني اول اشي. انا ظلمت والله ما ظلمك الا تبون لي على راسي. والله انه على عيني وراسي، اقل ما فيها ما بخلي شعبي يسجد له. هذا اول شيء. اسمعني اكمل مناقشتي وبعدين انزل باحترام. اول شيء كان منك انا اولا لما قالت تبكي ايش هو؟ مقهوره اختي تبكي علي. لا ما ببكي. هاي ما هي حكت ببكي. انا مش من الناس اللي ببكي. اول شيء مش مستاهله الموضوع، بعرف نفسي ايش انا. اول شيء. ثاني شيء اسمح لي اثبت لك شغله. كان بانصافك تحكي مين اللي بيغار من الثاني. اول شيء اللي بيغار من الثاني ما بيروح بيجيب جيش الاحتلال عشان يستجد فيه لانه يوقف بوجه اخوك الجزائري. هذا اول شيء، وانا بحكيك من ارض الواقع. و1500 في الجليل جندي مغربي موجودين عشان يزوجوا فيهم بحرب حزب الله. هذا اول شيء، تمام. وهذا موجود عندنا بفلسطين من الموجود هذا. بحكي لك كان لو انه الجزائر بتغار من المغرب كان استنجت وجابت جنود مثلا عشان يخوفوهم مثلا عفوا منك للمغاربه. والمغاربه هيهم موجودين عفوا منك عندنا بفلسطين، وموجودين في كتيبة الملكية 11 وموجودة في الجليل وبيتدربوا، والقائد تبعهم يجي يتلفت خايف مع الجنود على حدود غزة. وال3000 ممرضة موجودين في مستشفى هداسة ومستشفى النقب. بالأدلة بعطيك. هذا نفس الشيء، فهمت علي كيف؟ فما بخاف يعني. هذول أولاد خبرة. يخافوا من مين يعني؟ ويغاروا من مين يعني؟ أعطيك معلومات أنا صادقة فيها. ليش يغاروا منها؟ على إيش يغاروا منها عفوا منك؟ أنت بتعرف هذول أولاد جبل يعني. هذول ناس ما شاء الله بيرفعوا الراس وإحنا بنعرفهم، تمام. وبش بيرفع الراس الله يرضى عليهم أهل الجزائر. ناس بيرفعوا الراس على عين والراس، رجال. وأكبر دليل عفوا منك لو إنهم جابوا لهم الجنود الصهاينة وعقيدهم يعطي محاضرة عن يخوف الجزائر، وأول ما طعنهم بظهرهم بالسفارة. يعني تفكر هذول هذا إنه إشي يخوف أهل الجزائر لسه ما بتعرف مين في وراهم. والله وحياتك وقت الجد مستعدين إحنا نسوان ورجال. اسمعني بس أخلص معلومتي وأنزل. بعطيها عيوني الجزائر أنا وأهلي. بننزل نترك فلسطين وبنيجي نساعد الجزائر.
قال انت العبوديه في دمك ما دام الحذاء على راسك. مو أنا تفكرني إيش ماروكية تفكرني؟ لحظه هدي. انا اتمنى، انت على فكره اكثر من يسيء للجزائر، انت واحده جيت تقول لي بالعكس برفع عيون. انا فلسطينيه بمثل نفسي اول شيء. لحظه، هو انت اصلا فيك شكوك انك لست حتى فلسطينيه من حيث الاساس؟ اثبت لك. بتحب اعطيك هويتي؟ ربما بتحب اعطيك هويتي؟ والله بتشرف، والله اول شيء بتشرف باهل الجزائر. بتحب اعطيك اثباتات؟ ليش ما بتسالني وين اثباتاتك؟ طيب لحظه، ليش ما بتسالني وين اثباتاتك؟ بس انت شاطر تنظر علي. لا خليك واقعي، فلسطيني ما بنلم معهم. بالنسبه لي صافي. اسمعي بالنسبه لي لا تهمنيتك، يهمني ان هناك حذاء على راسك، وبالتالي لا والله غيري غيري بيهرب عند بلده بيسكر برا زيك مثلا. بيهرب وبصير يتنجد برا. هيك انت خوفوك حوثيين وهربت برا مثل الحرمه وهربت برا. يعني هيك انت. انا غيري بحط حذاء، غيري بهرب. هيك انت هربت برا وخايف وهي ما انت انخبط على راسك بالحذاء بدون وغصبا عنك، فما بالك انا حطيت حذاء. انت هيك هارب من الحوثيين ودعسوا فيك وانت بتسكر هناك وخايف وصرت بطل عليهم باوروبا. يعني على مين تضحك؟ وقف دقيقه. انا هذه بس اعدل لك معلوماتك. ولو انني على قناعه ان واحد يضع حذاء على راسه ما يفهمش اصلا، انه واحد وضعوه اياك، حطوا لك اياه غصبا عنك الحوثيين. دقيقه فما بالك انا بحط ناس شرفاء، انت بتحط غصبا عنك. والله اني بأربيك واعلمك واخليك والله بربيك وبربي 10 زيك. يا ريت عندك كرامه وشرف زي الجزائري، يا ريت عندك كرامه وشرف زي الجزائري. بس هذا اللي ناقصك. حط راسك بالجزائر، حط راسك بالجزائر اللي هم اشرف منك. ولك يا ريت عندك رجوله، يا ريت عندك رجوله زي الجزائر. نزلني، عرفني بكشف حقيقة. فيش. انا حاولت يعني. في نهايه هذا الفيديو بحب اشكركم كثير على المتابعه. كل التحيه والتقدير لكم. كان معكم اخوكم صابر كلاب من فلسطين. نقول دوما تحيه الجزائر وعاشت فلسطين عربيه حره. تحيه الجزائر السباقه بالخير. تحيه الجزائر بلاد الشهداء. تحيه الجزائر بلاد النخوه والرجوله. افتخر بعروبتك واسلامك، افتخر بنخوتك وشهامتك. نقول دوما تحيه الجزائر وعاشت فلسطين عربيه حره. وافتخر انت جزائري، افتخر ببلد 1.5 مليون شهيد وبلد النخوة والرجولة. افتخر ببلادك أيها الجزائري. فكل شخص في العالم يتمنى أن يكون جزائري ولو ليوم واحد. تحياتي لكم. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة موطني الجلال